تخيل معايا راسك وسط غابة غارقة في الماء، راكب في قارب صغير وفجأة كيبانوا لك الآلاف العيون كيشوفوا فيك من وسط الشجر، عيون ميتة مشوهة ومعلقة بخيوط قديمة. انت دابا ماشي في فيلم ديال هوليوود، انت دابا في أخطر وأغرب جزيرة في العالم، جزيرة الدومة. آلاف الدمى معلقة اللي كتحرك بالليل وكتهضر مع بعضياتها حسب شهادات الناس اللي زاروها. شنو السر اللي خلى الراجل يعيش وسط هاد الغابة لمدة 50 عام؟ بعد غياب دم مدة رجعنا لكم من جديد، ورجعنا بنفس الشغف، ولكن هاد المرة بقصص أغرب وقضايا أكثر غموض وحوادث مازال كاينين الناس كيسولوا على الحقيقة ديالها حتى اليوم. كاينين قصص كيبينوا كأنهم نسيج الخيال ولكن وقعوا بالفعل، كاينين جرائم هزت العالم وحوادث خلات الأسئلة أكثر من الأجوبة، وملفات سدت ولكن الغموض ديالها باقا مفتوحة حتى اليوم. الا كنتي اول مره كتشوف هاد القناه وعزيز عليك فحال هاد المحتوى، ضغط على زر الاشتراك وانضم للعائله. ما تنساش لايك كدعم للمحتوى. ودابا ندخلوا في التفاصيل. القصة بدات في الخمسينات. دول جونيان كان راجل عادي عنده عائلة وحياة مستقرة، ولكن فجأة قرر يقلب وجهه على كل شيء. هاجر مراته وولاده وسمح في الدنيا ومشى عاش في واحد الجزيرة معزولة وسط القنوات المائية. الناس في ديك الوقت قالوا بلي السيد حماق، وشي واحدين قالوا بلي باغي غير الهدوء، ولكن الحقيقة كانت كرف من هادشي بزاف. جوليان كان كيهرب من شي حاجة مخبية في العقل ديالو، ولكن الصدمة هي ان داكشي اللي هرب منه لقاه كيتسنى في القلب الجزيرة. واحد الصباح جوليان كان كيتمشى حتى القناة اللي دايرة بالجزيرة، وهو يلمح شي حاجة طافية فوق الماء. فاش قرب تخلع لقى جثة ديال بنيته صغيرة غارقة. حاول يعتقها ولكن كان فات الفوت. من بعد دقائق لقى واحد المونيكا غادية مع الماء في نفس البلاصة. جوليان اللي كان ديجا كيعاني نفسيا تيق بلي ديك المونيكا هي الروح ديال ديك البنيته. من تما بدات اللعنة. علق ديك المونيكا في الشجرة باش يونس الروح ديالها، ومن تما ولات حياته عبارة عن طقوس غريبة كيديرها كل نهار. جوليان ما بقاش كينعس بالليل، كان كيسمع صوت البنيته كتبكي وطلب منه ألعاب أخرى. بدا كيخرج بالليل للقوادس والزبل حاشاكم والبحث عن أي مونيكا ضيعة. كان كيجيبوهم واخا يكونوا بلا رجلين بلا عينين ولا محروقين ويعلقهم في الشجرة. مع الوقت الجزيرة ولات غابة ديال بلاستيك ميت، والدومة ما بقاوش غير ألعاب، ولاو هما الحراس ديال جونيان ضد الشياطين اللي كان كيتخيلهم. وصل لدرجة انه كيقسم معهم الماكلة ديالو ويهضر معهم بحال الا كائنات حية. دوى جوليان 50 عام وهو كيعلق بالدومة حتى ولات جزيرة مزار سياحي غريب. ولكن في ابريل 2001 وقعت حاجة اللي صادمة. جوليان لقاه ميت غارق في القناة اللي كانت فين بالضبط ماتت العائلة. الطبيب الشرعي قال سكتة قلبية، ولكن الناس ديال المنطقة كيحلفوا باللي الروح ديال البنيته هي اللي جرته عنده باش يبقى معها للأبد. ومن هذاك النهار الجزيرة ما بقاتش هي. دابا الجزيرة ولات مفتوحة للسياح، ولكن ماشي أي سياح، غير اللي قلبهم قاصح. كاين الناس اللي كيحلفوا باللي شافوا مونيكات كيدوروا راسهم لجهات الزوار، وكاين اللي يسمعوا الهمسات في السطح ديال الألعاب بالليل باش كيكون المكان خاوي. حتى اليوم السياح كيديو معاهم مونيكات جداد كهدية لروح البنيته وجوليان باش يتفاداو اللعنة ديال المكان. جزيرة دوما كتبقى واحدة من أكبر الألغاز اللي خلت العلماء والباحثين في الظواهر الغريبة حيرين. وجوليان كان فعلا مريض نفسي ولا كان كيشوف هادشي حاجة حنا اللي كما كنشوفوهاش؟ وانتوما واش عندكم شجاعة تزوروا هاد البلاصة وتصوروا فلوق تما بالليل؟ خلوا لي آراءكم في التعليقات، وما تنساوش بارطاجيو هاد الفيديو مع صحابكم اللي كيعجبهم الرعب.